عسلامة ومرحبا بكم. مسفوف تونسي بالدقلة والفاكهة مع عند أمولة. اليوم عندي صحفة كسكسي، تاخذوا الكسكسي اللي تحبوا عليه. أنا عندي كسكسي هذا جيري جويد الحقيقة، ضفت له 3 مغارف هوني زيت وباش نبسسهم شوية، ومن بعد باش ناخذ كاس نحط فيه كاس ماء، معناها الكاس هذاك فيه الماء وفيه ماء زهر شطر بشطر يعني حطيت، نخليه هوني شوية وبعد نحط الكاس نتاعي ونفور توفيرة الأولى الكسكسي نتاعي. دونك هذيا طريقتي الحقيقة، طريقة ناجحة وبنينة برشا، جربوها نتوما زاده. دونك باش ناخذ بطبيعة الحال الدقلة، باش دونك هوني الدقله نتاعي باش ننظفها والكل ونحضرها. كما شفتوا اختكم انا استعملت الكسكسي هذاك نتاعي، تنجموا انتم الجيري معناها تنجموا تستعملوا انتم الكسكسي المستانسين به. انا الحقيقه كسكسي بنين. هذه التوفيره الاولى، دونك خرجنا الكسكسي نتاعنا هوني، هذه التوفيره الاولى. باش ناخذ ماء سخون بطبيعه الحال ونسقي الكسكسي نتاعي قبل ما نحطوا هوني قدامكم توفيره ثانيه، نفوروا مرتين. دونك نخلطوا بالباهي ونعاود نرجعوا للكسكاس باش يتفور تفويرتين بالطريقه هذه. ما شاء الله من بعد صدقوني طريقه بنينه 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 على الاخر. ما حطيتش الملح كما شفتوا على خاطر دونك الكسكسي ديري فيه الملح. وني حطيت 50 غرام زبده. الفاكهه حطيت هوني شويه فستق شويه لوز، تمر، اللوز زاده مرحي، وحطيت هوني زبيب زوز انواع على خاطر الزبيب الحقيقه فورته قبل ما نحط الكسكسي شويه في الكسكاس، نخلط الكل مع بعضه. هذه طريقتي كما قلت لكم، وهذه طريقتي في التقديم بنين برشا. ما حطيتش السكر على خاطر دقله وزبيب دونك حلوين. تنجموا انتم اذا تحبوا السكر تضيفوا السكر على رواحكم، اما صدقوني بالطريقه هذه جربوه بنين 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 على الاخر. وتعرفوا يعني المسفوف انا الحقيقه من عشاقه. وقولوا لي انتم زاده كان تحبوا المسفوف يعني بالدقله. انا نخيروا اكثر بالدقله خير من الرومان، وكل واحد اكيد اذواق وكل واحد كيفاش يحب. هذه غصيتنا. دونك لايك وبارتاج وشجعوني، ومرحبا بكم الناس الكل.